على نصيحة حلوة جدًا فرقت معايا أنا شخصيًا في الدايت قُلت أفيدكم بيها. لو أنتِ بتعملي دايت مش قادرة تسيطري على شهيتِك ودايمًا جعانة ودايمًا تعبانة ودايمًا مرهقة ومش قادرة ما تاكليش، وأيام كتير بتبوظي الدايت بسبب إن أنتِ ما قدرتيش ما تاكليش وكلتِ، هاقول لِك على حاجة حلوة جدًا جربيها وارجعي قولي لي فرقت معاكِ والّا لأ. هي إن أنتِ ما تقطّعيش الخضار بتاعِك في طبق وتاكليه، اللي هو طبق السلطة، ما تقطّعيش الخضار. إحنا طبق السلطة ده بناكله في دقيقة واحدة أو دقيقتين ونقوم جعانين جدًا وهفتانين. نصيحتي ليكِ ما تقطّعيش الخضار، كُلي الخضار وهو سليم، هاتي كل المكونات بتاعة طبق السلطة زي ما أنا عاملة كده، واقعدي خدي الطبق ده واقعدي قدام التلفزيون وكُلي براحتك، اقعدي كُلي ساعة، ساعتين في الطبق ده لحد أمّا تخلّصي. كل ما تاخدي وقت أطول في المضغ وفي الأكل، هتحسي بالشبع وهتحسي إن معدتِك مليانة جدًا، الخضار هيقعد في بطنِك وقت طويلة جدًا على ما يتهضم، فده طبعًا هيشبعِك ويخلّيكِ مش مرهقة، مش تعبانة، وهيحسّن مودِك جدًا في الدايت. جرّبوا النصيحة دي وهتعجبكم جدًا وهتريّحكم جدًا. ما تنسوش الاشتراك في القناة قبل ما تخرجوا من